السلام عليكم كل متابعي القناه الاعزاء، يا رب تكونوا بخير. انا عادل ولي ودي قناه شوارع ملام اسكندريه. موجودين معاكم على شاطئ ستانلي ولكن بالليل. خلاص الشمس غربت واحنا حاليا وقت المغربيه. الشماسي كلها خلاص مفيش شماسي. المنظر بيبقى جميل جدا زي ما شايفين. الاعداد ده غير نروح الاعداد، بسم الله ما شاء الله. الاعداد كويسه، اعداد كويسه. لو لسه ما اشتركتش في القناه لو سمحت اشترك فيها، فعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد بنزلوه على اسكندريه. الاهم ما تنسوش ادعمونا بلايك من اسفل الفيديو. طبعا احنا اسفل الكاميرا اسفلنا في الكباين، كباين ستانلي. لو تسالني على ايجارها اقول لك ايجارها عن طريق المحافظه، محافظه اسكندريه، عن طريق مزاد سنوي. بس غالبا السنه بتبقى يعني اكتر من 20,000، ما تقلش عن 20,000 في السنه. ممكن توصل ل 50 60 الله اعلم، لكن ما تقلش عن 20,000 في السنه. مزاد بيتم طرح الكباين في مزاد. لو سألتوني عن دخول الشاطئ للفرد ب 25 جنيه، 4 أفراد شمسية واحدة. الأطفال فوق 5 سنين تذكرة كاملة. الحمام مجاني. من شروق الشمس لغروبها، لكن طبعا المواعيد مفيش تدقيق عليها قوي. طبعا احنا في الغروب دلوقتي، والمصيفين وضيوفنا الأعزاء في المية، وبيمتد نزول الميه الى الساعه 12 بالليل، 1 و2 بعد نص الليل. وفي شواطئ بيبتدي فيها النزول الى الفجر. امامنا كوبري ستانلي الجميل. طبعا الكوبري مغلق بعد الساعه 2 الظهر، بيتم فتحه حوالي الساعه 2 بعد نص الليل. كوبري ستانلي امامنا، الطراز اللي انشئ عليه كوبري ستانلي. حاليا بيتم انشاء كوبري او ممشى سياحي، كوبري 45 او كوبري السادات. التصميم مشابه جدا جدا لكوبري ستانلي. بس على يمين الصوره طبعا سبا باشا، جليم، زيزانيا، سان ستيفانو، الى ان تصل الى المندره، المعمورة، أبو قير. على شمال الصورة رشدي، سيدي جابر، كليوباترا، إلى أن تصل إلى راس التين. فندق سان جوفاني على شمال الصورة. شارع رشدي، شارع سوريا، شارع المعسكر، شارع المشير. الشاطئ ستانلي يعتبر من الشواطئ الراقية، أو كان من الشواطئ الراقية في اسكندرية. لو سألتوني بالنسبة لي أنا شخصيا أجمل شاطئ السنة دي في اسكندرية، أقول لكم شاطئ السرايا. شاطئ السرايا منطقة سيدي بشر بجوار فندق المحروسة. دخول الفرد ب5 جنيه، ولكن الشاطئ بأعداد، يعني أول ما الأعداد تكتمل الشاطئ ليه بوابة. الشاطئ الوحيد اللي ليه بوابة، بيتقفل البوابة أو الباب لحين خروج الأعداد ودخول أعداد أخرى. شاطئ السرايا، الرملة نظيفة، المية نظيفة، الحاجز عامل جونة كده، عامل نص دايرة، ولكن جميلة جدا. شاطئ السرايا يليه شاطئ ستانلي اللي احنا أمامه، ولكن المية السنة دي سبحان الله بسبب كتر الرديم في المية، الدقشوم والصخور والحواجز اللي بيتم القائها في المية. طبعا بيكون معاها طبعا اتربه واكياس، وكل ده بينعكس على المية. طبعا بالاضافه الى الاعداد المهوله اللي موجوده السنه دي، بسم الله ما شاء الله، كلهم ضيوفنا على دماغنا من فوق. عمال الشواطئ ما بيلحقوش ينظفوا.
ايام الاجازات بسم الله ما شاء الله المصيفين بيوصلوا من بعد الفجر او قبل الفجر. طبعا ده قصر سباهي خلف شاطئ ستانلي. سباهي هو صاحب شركات سباهي للمنسوجات. الى الان ارض الشركه موجوده في منطقه السيوف. شركات سباهي للغزل والنسيج. هو ليه كمان فيلا في شارع بجوار عمارة العفاريت في رشدي على شارع ابو قير. هو الفيلا موجودة في شارع الاسماعيلية. اسفل الصورة في اهالي الكباين ورواد الكباين موجودين في الكدر. اكتر مشاهد اخذت في شاطئ ستانلي على مدار السنين هي مشاهد الكباين، كباين ستانلي، وبعد كده الكوبري. بعد انشاء كوبري ستانلي اصبح علامه من علامات اسكندريه في الافلام والمسلسلات الدراما والسينما المصريه. بيميز شاطئ ستانلي اللي فيه نفق. نفق ممكن تعدي من شارع البحر من الجهة الأخرى على الشاطئ مباشرة. ده مدخل النفق يطلعك للجهة الأخرى. أمامنا مباشرة فندق سان جوفان، من أشهر وأجمل فنادق وأصغر كمان فنادق اسكندرية فندق سان جوفان. لو لسه ما اشتركتوش في القناة اتمنى اشتركوا فيها، فعلوا زر الجرس، ما تنسوش ادعمونا بلايك من اسفل الفيديو. طرقنا ستانلي، احنا حاليا في منطقة سبا باشا على البحر. امامنا الخربان، شاطئ الخربان زمان كان اسمه الخربان او جونة الخربان، وبير عطية هو حاليا نادي المهندسين ونادي الصيادلة ونادي القضاة. على يمين الصورة في فندق رومانس، طبعا اتغير اسمه اكتر من مرة. امامنا معهد القطر، امامنا كلية الزراعة فرع سبا باشا جامعة اسكندرية. فندق رومانس سبا باشا على البحر. شاطئ نادي المهندسين امامنا. ضلمت. سيبنا منطقة سبا باشا، احنا حاليا امام شواطئ وكافيتريات وكافيهات منطقة جليم. امامنا شواطئ جليم، احنا بالظبط كده اعلى الكباين جليم القديمة، اصبح الان ليس لها وجود. امامنا لسان جليم، اللسان اللي كان تم انشاؤه في عهد اللواء عبد السلام المحجوب الله يرحمه، وكان عرف بعد ذلك بلسان التيتو للبرياردو. هو الآن جليم باي أو جليم باي.
في ملحوظة مهمة جدا على اللسان، اللي هو الكافيتريات والمطاعم حجبت الرؤية، يعني قسمت البحر نصين، خلف الكافيتريات وامام الكافيتريات. يعني كنا زمان نقف هنا نشوف البحر لحد جناين المنتزه، كنا نشوف مثلا بالنهار قصر المنتزه ظاهر من هنا من جليم. ولكن للاسف اللسان لما اتقفل بالكافيتريات والمطاعم تم حجب الرؤيه. طبعا امامنا فندق بلازا، ثم شارع الكازينو، ثم فندق سان ستيفانو. فندق سان ستيفانو اعلى وافخم واغلى فندق حاليا في اسكندريه، فندق سان ستيفانو. امام الفندق ايضا في اغلى وافخم شاليهات في اسكندريه حاليا، شاليهات سان ستيفانو. امامنا شارع مصطفى فهمي، فشارع الترماي، فشارع ابو قير، فمبنى الاذاعه والتلفزيون، الترماي، فقطر ابو قير، محطه بكوس. بعد بكوس في زيزانيا، وبعد زيزانيا سان ستيفانو، فلوران، السرايا، طلع سيدي بشر، عصافرة، مندرة، منتزه ابو قير، معموره. كافيتريات 3 نجوم. دي الكافيتيريا اللي كانت ولعت للاسف في الشتاء اللي فات، الحمد لله رجعت تاني. كان زمان شاطئ جليم شاطئ واحد، لكن تم تقسيمه الان لشاطئ عام وشاطئ دخول بالفلوس زي شاطئ المندرة، زي الشاطئ العادية. شاطئ سياحي تم تقسيمه الى شاطئ عام وشاطئ سياحي. مراكب الصيادين. منطقة جليم، شارع الجيش او شارع البحر، شارع كورنيش. شارع مصطفى فهمي. جيلاتي لبنان طبعا، وطلعت حلواني طلعت امامنا.